هو ده كان أول تليفون ينزل بكاميرا في التاريخ. النهاردة في سلسلة جديدة هتضاف للقناة، وهي سلسلة الحنين للماضي. هنتكلم عن منتجات قديمة غيرت في حاجات دلوقتي كانت هي الأساس في تغيير المستقبل بتاعنا. أكيد طبعا هتبقى منتجات تكنولوجية وبس كده. النهاردة هنفتتح أول فيديو معانا في السلسلة بظهور الكاميرا في التليفون. أول تليفون ظهر بكاميرا كان بصراحة أقدم مما أنا كنت متوقع، وكان سنة 2000. كان من شركة شارب، اللي دلوقتي هي متخصصة في الأجهزة المنزلية أو مشهورة بالأجهزة المنزلية أكتر من قطاع الهواتف حاليا. بس كانت البداية مع تليفون من شركة شارب باسم شارب JSH04. طبعا الاسم غتت جدا، بس كان ده اسم التليفون، وكان أول تليفون بيجي في العالم بكاميرا مدمجة. كانت طفرة، كانت ثورة. يعني إيه أقدر أطلع التليفون من جيبي وأصور صورة على طول؟ كان كمان بيجي بشاشة ألوان 256 لون. طبعا الرقم دلوقتي احنا وصلنا لمليار لون، بس كان أيامها ده رقم كبير جدا على أي تليفون. كانت الكاميرا بتيجي بدقة 1/10 ميجا بكسل. طبعا رقم ضعيف جدا يضحك لو قلت لحد، بس وقتها كان طفرة في عالم التليفونات. أول تليفون يجي بكاميرا مدمجة غير حاجات كتير من مفاهيمنا، إن أنت تطلع من جيبك تليفون تصور بيه على طول لحظة. ومع بداية التليفون ده وصلنا لحد النهارده تليفون ما ينفعش يجي من غير كاميرا، وكاميرا قويه منافسه. من وقتها كانت حاجه جديده. كمان وقتها كان في شركات رافضه الفكره اساس. فكره ان انا احط كاميرا في تليفون ما كانوا شايفينها فكره عمليه او فكره اساسيه في التليفون. النهارده انت من غير اداء عالي للكاميرا في التليفون مش هتقبل التليفون. الكاميرا بقت جزء اساسي من اي تليفون. على مدار 25 سنه كان البدايه عند شارب، والنهايه كاميرات في التليفون بتنافس اقوى براندات الكاميرات العالميه حاليا. بس كده، كان معاكم حازم تك فيو. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب. سلام.